السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي سنة تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جينا بالدرس الثالث في الجغرافيا بعنوان النشاط التعديني في العالم. وطبعا النهاردة هنعرف حاجات كتير في الدرس، والدرس سهل وبسيط. بس طبعا قبل ما نبدأ، علي المايك واعمل لايك، شعار اخوك الشاذلي. المهم، اعملوا لايك يا شباب، واللي مش مشترك يشترك في القناة، عشان الإحصائيات بتقول الناس اللي بتتفرج علينا معظمها مش مشتركين في القناة، فاشترك في القناة. يلا بينا. النهاردة هناخد النشاط التعديني. هو يعني ايه نشاط تعديني اصلا يا مستر؟ هو احنا كده يعني ايه نشاط تعديني؟ قال لك بص يا سيدي، انت وهي. النشاط التعديني ده عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة. مصادر الطاقة دي اللي هي فحم وبترول وغاز طبيعي، بنستخرجهم منين؟ قال لك من باطن القشرة الأرضية أو بالقرب من السطح. يبقى أنا عندي هنا يعني ايه نشاط تعديني؟ أقول له عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من فحم وبترول وغاز طبيعي منين؟ قال لك من باطن القشرة الأرضية أو بالقرب منها. ودي اول حاجة هنعرفها في الدرس بتاعنا. كده احنا عرفنا يعني ايه نشاط تعديني. قال لك طب يا مستر، هو النشاط التعديني ده بيرتبط بحاجة؟ قال لك ده النشاط التعديني ده عشان اقول المنطقة دي فيها نشاط تعديني لازم حاجتين يكونوا موجودين في المنطقة دي. ايه هما؟ قال لك وجود الخام، المادة اللي هي المعادن او مصادر الطاقة يعني، بكميات وفيرة. اتنين، تكون قريبة من المراكز الصناعية حيث يتم نقلها من المناجم إلى المصانع بسهولة. يعني طيب، يعني إيه يكون المادة الخام موجودة بكميات وفيرة؟ دلوقتي أنا رحت في منطقة لقيت فيها بترول، بس لما عملنا الدراسات بتاعتنا لقينا البترول ده يعني مثلا هيطلع بنص مليون، وأنا أصلا صارف فلوس ومعدات وعمال وكل ده صارف مليون. فكده تبقى الموضوع بخسارة عليا. يبقى المنطقة هنا دي ما اسمهاش النشاط التعديني. فهمت؟ يبقى انا عندي هنا وجود الخام اللي هو المعدن او مصادر الطاقة بكميات وفيرة، يعني انا اما ادفع فلوس الكمية اللي موجودة دي تجيب لي فلوس اكتر. اتنين، ان هي تكون قريبة من مراكز الصناعة، المراكز الصناعية، عشان ننقلها من المناجم ونوديها المراكز الصناعية بسهولة. طيب، قال لك احنا بهوب بنصحى الصبح نقول يلا هنعمل تعدين؟ قال لك لا، ده في عمليات كده بتسبق النشاط التعديني. زي ايه يا مستر؟ قال لك يعني انا دلوقتي هصحى الصبح ابحث في اي حته اقول انا رايح اعمل نشاط تعديني؟ قال لك لا، بنعمل ايه؟ واحد، البحث والكشف عن الخامات. انا الاول ببحث بشوف انه منطقه اللي فيها الخامات المتوفره وابتدي اعمل فيها ايه؟ نشاط تعديني. اتنين، قال لك اعداد المناجم لعمليه التعدين والاستخراج. يعني انا عرفت ان في منجم في المنطقه الفلانيه، هروح اعمل على طول ولا اعمل له عمليه اعداد امهد الطريق لاستخراج المعادن او مصادر الطاقه؟ طب قال لك المعادن واستخراج اعداد المناجم دي بتبقى ازاي؟ يعني ايه قاعد اعمل اعداد للمناجم؟ قال لك بص يا سيدي، واحد، ان احنا بنعمل الخطوط الحديديه اللي هي بتبقى جوه المناجم، وهجيب لك صوره دلوقتي هتظهر هتشوفها. خطوط حديديه جوه المنجم عشان نطلع مثلا الفحم او المعدن اللي استخرجناه ونحطه في الخطوط الحديديه دي، والخطوط الحديديه تطلعه بره لحد الطريق بره المنجم. طيب، اتنين، قال لك يبقى في طرق. مش احنا هننقل المعادن او المصادر الطاقه اللي هنستخرجها دي هننقلها للمصانع؟ قال لك يبقى لازم يبقى في طرق تمشي عليها العربيات. تلاتة، قال لك هو مين اللي هيعمل العمليه دي كلها؟ العمال. قال لك طب انا دلوقتي عندي نشاط تعديني في الصحراء، العمال هيروحوا كل يوم في الصحراء ويجوا بيتهم القاهره مثلا؟ قال لك لا. يبقى ثلاثة، انشاء مساكن للعاملين في المناجم دي. جميل جدا جدا، كده احنا عرفنا عمليات تسبق التعدين. يبقى واحد، البحث والكشف عن الخامات. اتنين، اعداد المناجم لعملية التعدين والاستخراج، زي او مثل مد الخطوط الحديدية والطرق وانشاء مساكن للعاملين. بعد كده هندخل نعرف هي القشرة الأرضية بتاعتنا دي فيها كام معدن. قال لك القشرة الأرضية دي تحتوي على 2000 معدن، احنا عرفنا منهم 200 معدن بس. عرفناها ايه على المستوى التجاري والصناعي. طيب يا مستر، هي المعادن دي كل الدول بتستخدمها؟ قال لك لا طبعا، ده انا عندي تستهلك الدول المتقدمة نحو 85% من معادن العالم، رغم انها بها نحو خمس سكان العالم بس. يبقى انا عرفت كده، يبقى الدول المتقدمة بتستخدم 85% من معادن العالم، مع ان فيها ايه؟ خمس سكان العالم. طب ده هيجي لي سؤال يقول لي بما تفسر؟
تستهلك الدول المتقدمة معظم الإنتاج من المعادن. ليه الدول المتقدمة هي اللي بتاخد معظم الإنتاج؟ هقول له حيث تتوفر بها الصناعات المختلفة التي تقوم على هذه المعادن. الدول المتقدمة دي فيها صناعات أصلا بتقوم على المعادن دي. جميل جدا. بعد كده بقى هندخل نعرف، احنا قلنا عملية استخراج المعادن دي اللي هي استخراج المعادن ومصادر الطاقة اللي هو النشاط التعديني. طب تعالى ناخد بقى أمثلة على المعادن وأمثلة على مصادر الطاقة. يلا بينا. قال لك عندي الأمثلة اللي على المعادن: الحديد والنحاس والبوكسايت. هو ايه البوكسايت ده يا مستر؟ البوكسايت ده المادة الخام بتاعت الألمونيوم. جميل جدا. طب قال لك هنعرف ايه عن الثلاثة دول؟ قال لك هنعرف أهمية كل واحد فيهم، وهنعرف أهم الدول المنتجة ليهم أو المستخرجة. طيب أهمية الحديد، قال لك بيدخل في العديد من الصناعات زي الحديد والصلب. جميل، عرفنا أهمية الحديد خلاص. قال لك طب النحاس، قال لك ده بيدخل في الكثير من الصناعات برضك زي الأسلاك الكهربائية والأدوات الكهربائية. جميل جدا. روح كده أي فيشة عندكم في البيت هتلاقيها فيها إيه؟ فيشة نحاس. جميل. طب البوكسايت زي ما قلنا ده يعد المادة الخام أو الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم. جميل كده، احنا عرفنا أهمية كل معدن. طب عايزين نعرف أهم الدول المنتجة لكل المعادن دي. قالك بص يا سيدي، الحديد أولى الدول الصين، وتيجي بعدها استراليا. طب النحاس، قالك في مدينة اسمها شيلي. شيلي دي في أمريكا الجنوبية، وتيجي بعدها رقم 2 الصين. جميل. البوكسايد، قالك أهم الدول استراليا، يبقى من أهم الدول للبوكسايد استراليا. جميل. يبقى تعالى كده نعيد تاني بالراحة. إيه هي أهمية الحديد؟ أقول له بيدخل في الكثير من الصناعات زي الحديد والصلب. أهمية النحاس، أقول له في الكثير من الصناعات زي الأسلاك الكهربائية والأدوات الكهربائية. أهمية البوكسايت، قال لك ده يعد الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم. طيب أهم الدول هنقول له الحديد الصين واستراليا، أما النحاس شيلي والصين، والبوكسايد استراليا. جميل جدا. بعد كده هندخل نعرف شوية معلومات عن الثلاث معادن دول. زي يعني احنا نعرف عن الحديد ايه؟ قال لك الحديد ده 30% من الانتاج العالمي للحديد في التجارة الدولية، التجارة اللي بين الدول وبعضها، حيث تقوم الدول النامية اللي هي زي موريتانيا بتصدير خام الحديد، بتصدر الخام اللي بيطلع من المناجم اللي عندها إلى الدول الصناعية المتقدمة زي اليابان وبريطانيا. جميل جدا، دي المعلومة اللي عرفناها عن الحديد. طب البوكسايد، عرفنا إن البوكسايد ده عشان نحوله إلى ألمنيوم بيحتاج عدة مقاومات، كذا عملية. زي إيه؟ قالك وفرة الطاقة الكهربائية، لازم يكون عنده طاقة كهربائية عشان أحول البوكسايد لألمنيوم. 2، لازم الناس اللي بتشتغل في عملية التحويل دي يكونوا عندهم خبرة علمية وفنية متطورة. 3، لازم يكون عندي سوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. جميل جدا. طيب الألمنيوم بقى، مين الدول المنتجة له؟ في فرق بين الألمنيوم والبوكسايد. البوكسايد عرفنا استراليا، أما الألمنيوم أولى الدول المنتجة الولايات المتحدة الأمريكية، وتيجي بعديها كندا، ورقم 3 استراليا، 4 اليابان. جميل جدا جدا جدا. كده احنا خلصنا المعادن اللي هم الثلاث معادن اللي في نص الدرس. يلا بينا ندخل على نص الدرس الثاني اللي هي مصادر الطاقة. هنعرف ايه عن مصادر الطاقة؟ اول حاجة بيقول لك بما تفسر اهمية مصادر الطاقة للانسان، وده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحانات. هقول له بص يا سيدي، تعد مصادر الطاقة دي هي القوة المحركة لحياة الانسان في جميع المجالات، وهي من الموارد الطبيعية المهمة. يبقى انا عندي هنا مصادر الطاقة دي مهمة للانسان، ايوه طبعا. اقول له لانها ايه؟ تعد مصادر الطاقة هي القوة المحركة لحياة الانسان في جميع المجالات، وهي من الموارد الطبيعية المهم. طب يا مستر انا عندي موارد الطاقة، ايه الامثلة اللي عليها؟ مصادر الطاقة، قال لك بص الفحم والبترول والغاز الطبيعي. جميل جدا جدا جدا. طب هنعرف ايه عنهم؟ هنعرف عنهم زي ما عرفنا عن المعادن، هنعرف اهمية كل واحد فيهم واهم القارات والدول. طيب يبقى احنا هنا هنعرف اهمية الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وهنعرف اهم القارات والدول المنتجة. طيب اهمية الفحم، قال لك الفحم ده يستخدم في توليد الكهرباء ومصدر رئيسي في الصناعة. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الفحم اهميته يستخدم في توليد الكهرباء ومصدر رئيسي في الصناعة.
طيب جميل. طب عايزين نعرف أهمية البترول. قال لك البترول أهم مصادر الطاقة في العالم، ده أهم مصدر من مصادر الطاقة البترول. جميل جدا. طب والغاز الطبيعي؟ قال لك ده بديل لمصادر الطاقة الأخرى، ده جيل بديل أصلا، وده بقى هو بص اللي عليه الطلب بشكل كبير جدا. جميل جدا. طب أهم الدول والقارات المنتجة للفحم؟ هقول له أهم القارات آسيا، وبعد كده أوروبا، وبعد كده أمريكا الشمالية. يبقى أنا أهم القارات مين؟ آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية. طب أهم الدول؟ الصين، أولى الدول إنتاجا للفحم، وبعد كده أمريكا، وبعد كده الهند. أمريكا اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية يعني. طيب دي كده اهم الدول والقارات للفحم. طب اهم القارات والدول للبترول؟ قالك بص اللي مشرفانا السعودية هي رقم واحد في انتاج البترول، السعودية هي رقم واحد. تيجي بعدها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أنا عندي عرفت البترول، أولى الدول روسيا، أولى الدول السعودية، ركز ركز أنت وهي، أولى الدول السعودية، تاني الدول روسيا، تالت الدول الولايات المتحدة الأمريكية. طيب يا مستر الغاز الطبيعي عندي حاجتين فيه، هعرف مين اولى القارات ومين اولى الدول. اولى القارات اوروبا، اولى القارات مين؟ اوروبا. اولى الدول الولايات المتحده الامريكيه. ايه ده يا مستر؟ طب هي امريكا مش في اوروبا، بس هي اكتر الدول الانتاجا للغاز الطبيعي. اتفقنا. طب يلا نعرف شويه معلومات كده عن كل مصدر من مصادر الطاقه دي. الفحم مثلا هنعرف عنه. قال لك الفحم ده كان الفحم عماد الثورة الصناعية في أوروبا أواخر القرن الثمنتاشر، والمصدر الأول والرئيسي للطاقة المستخدمة في العالم حتى أوائل القرن العشرين. يبقى أنا عندنا في معلومة عرفت عن الفحم إن أواخر القرن الثمنتاشر كان ده هو إيه؟ عماد الثورة الصناعية في أوروبا. طب أوائل القرن العشرين قال لك ده كان المصدر الرئيسي للطاقة. طيب وبعد كده عرفنا ان المعلومة التانية ان اسيا واوروبا بينتجوا تلات ارباع الانتاج العالمي من الفحم. قارتين اسيا واوروبا بس بينتجوا 75% من انتاج الفحم في العالم. جميل جدا. طيب بعد كده هنعرف شوية معلومات برضك عن البترول. قال لك البترول ده يعد البترول أهم مصادر الطاقة في العالم. ليه؟ هقول له بسبب ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية. يبقى أنا هنا لما يجي لي سؤال بما تفسر ويقول لك يعد البترول أهم مصادر الطاقة في العالم، هقول له بسبب ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية. جميل. البترول في حاجة تاني قال لك نظرا لزيادة الطلب على البترول وتعدد استخداماته فإن أسعاره في زيادة مستمرة، خاصة وإنه من موارد الطاقة القابلة للنفاذ. يعني البترول ده ممكن يخلص في أي وقت، فبقى في طلب كتير عليه، وبالتالي زادت عليه الطلب وزاد أسعاره. طيب قال لك البترول والغاز الطبيعي الاتنين مع بعض دول بيمثلوا 55% من الطاقة المستخدمة في العالم. جميل جدا. يبقى انا عندي هنا البترول يعد البترول اهم مصادر الطاقه في العالم، هقول له بسبب ارتباطه بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والعلاقات السياسيه. طيب قال لك البترول سعره زاد ليه؟ هقول له بسبب زياده الطلب على البترول. طب بيقول لك ما النتائج المترتبه على زياده الطلب على البترول؟ هقول له ازدياد اسعاره بشكل مستمر. جميل جدا. بعد كده هناخد شويه معلومات عن الغاز الطبيعي. قال لك الغاز الطبيعي ده توسع العالم في استخدامه كبديل لمصادر الطاقة. ليه العالم بقى يستخدم الغاز الطبيعي بديل لمصادر الطاقة؟ هقول له بص لأنه رخيص الثمن وسهل النقل والأقل تلويثا للبيئة. فلوسه سعره أقل من البنزين، وهو سهل النقل بنقله بسهولة جدا، وهو أقل تلويثا للبيئة. جميل جدا. يبقى انا عندي هنا الغاز الطبيعي بقينا نستخدمه كبديل لمصادر الطاقة عشان رخيص الثمن وسهل النقل والأقل تلويثا للبيئة. طيب استخدامات الغاز الطبيعي بنستخدمها في ايه؟ قال لك في الصناعة في نطاق واسع، بقينا نستخدم الغاز الطبيعي ده في الصناعة في نطاق واسع، اللي بقى في مصانع بتشتغل بالغاز الطبيعي. جميل. في استخدامات منزلية طبعا الناس اللي زي حالاتنا كده احنا عندنا غاز طبيعي في البيت، مفيش انابيب بقى بتاعت زمان دي، فبقى يدخل في استخدامات المنزلية اللي هو كمصدر للإشعال في البيت بتاع البوتاجاز. جميل. قال لك في توليد الطاقة الكهربائية بنولد منه طاقة كهربائية. أربعة كوقود للسيارات، بقينا نستخدمه وقود للسيارات، يعني بقى في عربيات دلوقتي بتمشي بالغاز الطبيعي زي معظم اتوبيسات الهيئة مثلا. جميل جدا. كده احنا عرفنا شوية معلومات عن الغاز الطبيعي. طيب انا دلوقتي يا مستر هعرف ايه تاني
عن الغاز الطبيعي؟ قال لك بص يا سيدي، الغاز الطبيعي ده بيجي لك سؤال بما تفسر، يقول لك بيستخدم كبديل للطاقة ليه؟ اقوم انا قايل له لانه يعد رخيص الثمن وسهل النقل والاقل تلويثا للبيئة. طب يقول لك استخدامات البترول ايه؟ اقول له استخدامات الغاز الطبيعي ايه؟ اقول له بنستخدمه في الصناعة واستخدامات منزلية وتوليد الطاقة الكهربائية وكوقود للسيارات. بعد كده بندخل على حاجة تانية، اخر حاجه في الدرس كده حاجه بسيطه. قال لك الطاقه النوويه، هنعرف عنها ان الطاقه النوويه دي مين اولى القارات اللي بتنتجها؟ هنقول له اوروبا. يبقى مين اولى القارات انتاجا للطاقه النوويه؟ اوروبا. مين اولى القارات انتاجا للطاقه النوويه؟ اوروبا. طب مين تاني القارات اللي بتيجي بعديها؟ قال لك امريكا الشماليه. يبقى انا عندي هنا الطاقه النوويه اولى القارات اوروبا، وتيجي بعديها امريكا الشماليه. بس خلاص عرفنا ان الطاقه النوويه دي بيتم انتاجها اصلا بغرض ايه؟ سلمي، عشان نولد منها كهرباء. طيب قال لك بعد كده هندخل على حاجه تانية اسمها طاقه الرياح. طاقه الرياح دي بننتج منها طاقه كهربائيه من الطواحين. هجيب لك صوره دلوقتي تعرفك ايه هي الطواحين دي. الطواحين دي بتقعد تلف تلف كده، فبيبقى في توربيدات في الطاحونه نفسها تولد طاقه كهربائيه. طب مين الدول المتقدمة اللي بتعمل الرياح دي؟ قال لك فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وخمس دول عربية تتقدمها مصر، وتيجي بعد مصر المغرب. ماشي، يبقى أنا عندنا طاقة الرياح، عرفت ان احنا بننتج منها طاقة كهربائية وبنعمل منها ايه. ومين الدول المتقدمة اللي بتعملها؟ قال لك عندي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وعندي مين في الدول العربية؟ اقول له مصر رقم واحد، وتيجي بعدها المغرب. جميل جدا. عندي طاقة تانية اسمها طاقة الامواج وحركة المد والجزر. ايه دي؟ قال لك عارف البحر في مد وجزر؟ قال لك بتستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية في بعض الدول المتقدمة زي بريطانيا وفرنسا واليابان، خصوصا ان بريطانيا وفرنسا واليابان دول عندهم جزر كتير، فبيبقى عندهم امواج كتير. جميل جدا. بعد كده اخر حاجة قال لك عندي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية دي في دول كتير اتجهت لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر جديد للطاقة النظيفة، لأن الطاقة الشمسية دي مش بتعمل مش بتلوث الجو. قال لك زي مين يعني؟ زي مصر. احنا عندنا خلايا الطاقة الشمسية بقينا نستخدمها في توليد الكهرباء للاستخدامات المنزلية. جميل. طب انا عندي كده في كهرباء، بقينا نجيب كهرباء من البترول ومن من المصادر الطاقة زي البترول والغاز الطبيعي والفحم، وبنجيب كهرباء من الطاقة النووية والرياح والأمواج والطاقة الشمسية. قال لك بص يا سيدي، الطاقة أو الكهرباء اللي جاية لي من الفحم والبترول والغاز الطبيعي دي بنقول عليها كهرباء حرارية. كهرباء إيه؟ كهرباء حرارية. أما بقى الكهرباء اللي جاية لي اللي احنا بننتجها من الأمواج وحركة المد والجزر والسدود والشلالات والحاجات دي اسمها طاقة كهرومائية. اسمها إيه؟ طاقة كهرومائية. يبقى أنا عندي هنا الدرس بتاعي خلص. طب تيجي نراجعه بشكل سريع كده. قال لك قال لك عندي الدرس بتاعي عباره عن النشاط التعديني اللي هو مصادر الطاقه والمعادن. المعادن عندي حديد نحاس بوكسايد، وبنعرف اهم كل واحد فيهم، وبنعرف اهم الدول المنتجه. طيب بعد كده عندي مصادر الطاقه فحم بترول غاز طبيعي، برضك بنعرف عنه اهميه كل واحد واهم الدول المنتجه والقارات. جميل. بعد كده دخلنا على انواع الطاقه. بنجيب طاقه منين؟ قال لك بنجيب طاقه من الكهرباء، من الطاقه النوويه ومن طاقه الرياح وطاقه الامواج وحركه المد والجزر والطاقه الشمسيه. طيب قال لك عندك الكهرباء اللي بنجيبها من المصادر الطاقه اللي هي فحم وبترول وغاز طبيعي دي اسمها طاقه حراريه. طب اللي بنجيبها من المد والجزر والشلالات والسدود قال لك دي طاقه كهرومائيه. بس. وبعد كده خلص درسنا. درس بسيط يعني جميل ما شاء الله. انتظروا ان شاء الله بقية الدروس هتنزل في اقرب وقت. وطبعا شابوه وتحية كبيرة للناس اللي لسه مكملة لحد دلوقتي. دي ناس انا مبسوط منها جدا، ودي ناس نفسها تقفل في الترم التاني وتجيب 20 من 20. ولو انت واحد او انت واحدة منهم اللي لسه فاضلين لحد دلوقتي، اكتب لي في الكومنت عليه افضل الصلاة والسلام، هعرف على طول ان انت وصلت معايا لاخر الحلقة. وطبعا في الاخر لو الشرح خدك مني ونسيت تعمل لايك وتشترك في القناة، اعمل لايك واشترك في القناة. زي ما قال لك ايه الشاذلي، علي المايك واعمل لايك. وبعد كده في الاخر بقول لك ان شاء الله ما تقلقوش، الامتحانات باذن الله هتيجي سهله مش تيجي صعبه، بس انتوا اجتهدوا وذاكروا
وفي الاخر زي ما قلنا، زي ما احنا متفقين مع مستر سيد سليمان، الدراسات في امان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.